الدهب هيبقى ب 5000 جنيه. السلام عليكم عملاء كنوز جولد الكرام، ازيكم عاملين ايه واخباركم ايه؟ الدهب النهارده عيار 21 بيسجل 4140 جنيه. الدهب ليه هيبقى ب 5000 جنيه الايام اللي جايه؟ وايه الفرق ما بين 4000 النهارده و4000 السنه اللي فاتت؟ السنه اللي فاتت 4000 دي كانت متاسسه على سعر الدولار في السوق السوداء، انما الدهب السنه دي معمول على سعر الدولار في البنك، يعني هو سعر رسمي. السنه اللي فاتت ما كانش سعر رسمي خالص، فان الدهب النهارده ب 4140 جنيه على سعر الدولار في البنوك والسعر الرسمي، فده سعر حقيقي وواقعي غير سعر السنه اللي فاتت. الدهب ليه كمان هيجيب ال 5000 جنيه؟ لان الدهب النهارده وصل الشاشه الأونصة العالميه وصلت 2940، خلاص داخل على 3000. والسعر زي ما قلت حضراتكم النهارده او الفتره دي سعر رسمي، والذهب في الطالع. هيجيب امتى ال 5000؟ الله اعلم، بس هيجيبها لكل حد معاه قرشين عايز يشتري بيهم، يشتري دلوقتي. السعر مش وحش خالص لو هتركنهم فتره. الذهب كمان النهارده بيسجل 440 زي ما قلت لحضراتكم، هو كان وصل ل 490. فالنزول ده نزول وفرصه كويسه للي هيشتري وفرصه كويسه للاستثمار. وفي الختام ربنا يرزقكم جميعا وشكرا.